السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نوضي لاله مولاتي حضري هاد مولاي بطبوط مع هاد البرد هذا مع شي بيريت ديالاتي يا سلام. بطبوط بحشوه معلكه مدغمره على حقها وطريقها، حشوه لذيذه مختلفه على الحشوات اللي كنحضروا بها البطبوط. غادي نشاركها معكم. اول حاجه بالنسبه للحشوه عندنا هنا جوج بصلات الكبار اللي مقطعين رقاقين مشلضين، جوج بصلات كبار. الا كان عندكم صغار كديروا ربعه. عندنا هنا الكميه ديال الدجاج، كميه ماشي ضروري كميه تكون كبيره. هنا عندي نص دجاجه مقسومه، عندي ستر وفخط مقسومين على 4. كنضيفوا ليهم معلقه ديال السمن. الدجاج اكيد كيبقى على حساب الكميه اللي بغيتو، ولكن هاد الكميه راه خرجت معايا تبارك الله، راه داك الكميه وفيره. كنضيفوا معلقه ديال السمن، كنضيفوا ملحه معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. فهاد المعلقه اللي كنعبر بها فهي صغيره، كندير جوج معالق من كل حاجه، لان هاد المعلقه صغيره كتعادل نص معلقه صغيره ديال العطريه، فكندير منها جوج معالق من كل حاجه. درت معلقه ديال سكينجبير صغيره ومعلقه صغيره ديال الخرقوم ونص معلقه ديال اليبصار. وغادي نضيفو كذلك مع نص معلقه صغيره ديال القرفه، لان هاد الحشوه هادي غادي تجينا بالنكهه ديال البسطيله، فضروري ما تنضيفو القرفه. كنضيفو 4 كاس ديال الزيت، بغيتو تخلطوه ما بين زيت الزيتون ولا غير زيت عاديه كيبقى لكم الاختيار. كنضيفو واحد جوج دروسو ديال الثومه اللي هما كبار محكوكين، وكنضيفو كذلك واحد الضامه ديال الزعفران باش كتجينا الحشوه ديالنا مدغمره وبنينه. كنضيفو الربيع مخلط ما بين القزبره والمعدنوس، تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي. وكنخلطوا هاد المكونات وكنحطوهم فوق البوطه على النار اللي كتكون مهيله حتى كديك البصله ديالنا كتعلق وكتطلق الماء ديالها. ما كنحتاجوش نهائيا اننا نضيفوا ليها الماء. كيف ما حاجه كنقصوا البوطه لاقصى حد وكنخليوها هاد الدجاج هذا والبصله كيتقلاو على خاطرهم، والبصله كتطلق الماء ديالها. هذيك الماء اللي كتطلق لنا البصله هو باش غادي يطيب لنا الدجاج، فما كنضيفوش الماء نهائيا. ولا كنتو احتاجيتو تضيفوا الماء كتضيفوا واحد 4 كاس ديال الماء فقط، يعني ما تكثروش الماء بزاف، لان كيف ما كتعرفوا هاد الحشوه هادي فغادي تجينا معلك وبنينه، والمذاق ديال البسطيل ما كنحتاجوش نديرو فيها الماء اللي هو كثير. فغادي نخليوها تقلى على خاطرها حتى ديك البصله كتطلق لينا الماء. وغادي نوريكم كيفاش كتقلى لينا مزيان وكتطلق لينا الماء، الكميه ديال الماء اللي كتطلق لينا هاد الدجاج هذا. كيف ما كتلاحظوا فالبصله طلقات لينا الماء، وكنخليو الدجاج ديالنا يطيب على خاطرو. كيف ما كتلاحظوا كيف ما قلت لكم ما كتحتاجوش نهائيا تضيفوا الماء، ولكن الا احتاجيتو تضيفوا الماء راه كتضيفوا غير 4 كاس ديال الماء. غادي نخليو الدجاج ديالنا كيطيب على نار اللي كتكون مهيله، وغادي ندوزو نوجدوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجين عندنا هنا نص كيلو ديال دقيق الفرش اللي كيكون نوعيه جيده. عندنا هنا ربعة ديال دقيق الفينو، كنديروا الكميه ديال الفرص اكثر من الفينو. كنضيفوا واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه ولا المعجونه اللي متوفره عندكم تديروها. كنضيفوا كذلك واحد المعلقه ديال السكر سنيده ولا ديال العسل اللي متوفر عندكم كديروه. كنضيفوا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، كيعطيه يعني هاد البطبوط هذا كيعطي واحد الهشاشه زوينه. كنضيفوا كذلك الملحه على حسب الذوق، ما تكثروش، ولكن كنضيفوا واحد المعلقه صغيره. وكنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب المجفف، هذا اللي ضفتو فهو ضفت الحليب المجفف. الا ما كانش عندكم كتضيفوا 2 معالق كبار ديال اليوغورت طبيعي ولا دانون طبيعي، حتى هو كتحصلوا على واحد النتيجه اللي خرافيه. ففايت ليا محضره معكم باليوغورت ولا دانون مستوس، حتى هو كيجي رائع بزاف. فغادي نخليه لكم في صندوق الوصف اللي حضرته معكم في رمضان اللي فات. صراحه عجينه اللي كتجي خطيره. كيف ما كتلاحظوا ضفنا حليب المجفف، ضفنا الملحه، وكنضيفوا الماء شويه بشويه وحنا تنجمعوا العجين ديالنا. ضروري الماء ندفيه واحد شويه وكنجمعوا العجين ديالنا. يعني العجين عادي كنعجنوا عجين ديال البطبوط، غير ما كنحتاجوش اننا نطلقوا العجينه بزاف وما تكونش قاصحه. كتكون العجينه اللي كتكون لينه اللي كتكون رطبه. صافي غادي نجمعوا العجين ديالنا وغادي ندلكوه. هنا الا كانت عندكم العجانه راه كديروا كلشي في العجانه وكتعجنوا في العجانه، ما كاين حتى شي مشكل. ما كانتش العجانه راه هاد العجينه هذه ما كتاخذش منكم حتى 5 دقائق كتكونوا عجنتوها، لانها ما كتحتاجش واحد الجهد اللي هو كبير، لاننا كنخليوها ترتاح. غير دابا في الحال بارد راه كياخذ لينا شويه ديال الوقت انه يخمر لينا. صافي من بعد ما كنجمعوا العجين كندلكوها لمده ديال 3 ديال الدقائق،
بغيتو تدلكوها اكثر كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا كندلكوها وكنجمعوها وكنديروها في اناء وكنغطيوها بالبلاستيكه. ضروري انها تغطى لان العجين دابا مع الحل بارد فكدير لينا واحد القشره من الفوق، فضروري العجين ما كتغطى. وكندهنوها بشويه ديال الزيت اكيد. هنا كناخذوا الاناء اللي غادي نخمروا فيه العجين ديالنا كندهنوه بشويه ديال الزيت وكنحطوا فيه العجين ديالنا. هاد العجين هذه كتجي غزاله بزاف، وكيف ما قلت لكم الا ما كانش حليب مجفف ولا نينو راه كتعوضوه باليوغورت ولا دانون طبيعي. فهادو اقتراحات اللي تقدروا تعوضوهم. بالنسبه للدجاج فهو طاب. كنحيدوا داك الدجاج اللي طاب لينا كيف ما شفتوا راه تبارك الله طاب غير في المريقه ديالو. جات التغميره معلكه وبنينه. ملي كيكون كيطيب واحد الريحه كضربكم ديال الدجاج محمر والبسطيله وداك ديال الفرح. هنا كنحيدو داك الدجاج وكنفرتو وكنحيدو العظم وكنقطعوه قطع اللي هما صغار. فهاد المرحله هادي كنضيفو واحد المعلقه ديال العسل وواحد نص حامضه مرقده مقطعه قطع اللي هما صغار. وكنخليو هاد التغميره هادي كتشرب ديك الماء ديالها ما كيبقاش فيها الماء نهائيا حتى كتعلك لينا. غادي تشوفوا كيفاش غادي تولي. عاد غادي نضيفوا ليها الدجاج اكيد اللي كنكونوا حيدنا منه العظام وقطعناه قطع اللي هما صغار باش ما كيقطعوش لينا اول حاجه العجينه من بعد وما كيجيوش كبار. كيف ما شفتوا تبارك الله التغميره جات محلكه واقفه في اليدام ديالها. اكيد ضروري انها تشرب داك الماء ما تكونش فيها الماء اللي هو كثير. كيف ما شفتوا كنضيفوا الدجاج اللي قطعته قطع صغيره جدا. اول حاجه كما قلت لكم باش ما يقطعش لينا العجين، وثاني حاجه باش كيجيونا ساهل في الماكله ما كيجيناش ديك الطروفه اللي هما كبار. صافي هنايا كيف ما كتلاحظوا كنخلطوا ديك التغميره ديال البصله مع الدجاج كتجي معلكه هاد الحشوه هادي. كيف ما قلت لكم تقدروا تضيفوا ليها الحامض بصير قطع اللي هما صغار ولا تقدروا تستغناو عليه. في هذه المرحله هذه تقدروا تضيفوا حتى زيتون خضر مقطع قطع اللي هما صغار. صراحه انا الافراد العائله ديالي ما تياكلوش فما ضفتوش. نتوما الا كنتو كتاكلوا فكتضيفوا الزيتون مقطع قطع اللي هما صغار اخضر بطبيعه الحال. صافي وكتضيفوه وكتخليو الحشوه ديالكم حتى كتبرد. صافي هنا من بعد ما كتخمر لنا العجين وكيضاعف الحجم ديالها تنرجعوا ليها وتنحيدوا لها داك الهواء ديالها. صافي وكنشكلوها قطع اللي هما صغار. بالنسبه ليا تبارك الله شوفوا العجين الفقاعات اللي كدير لينا. بالنسبه لهاد الكميه هذه فخرجت ليا 25 حبه ديال البطبوط اللي هي صغير ميني بطبوط صغيور. صراحه فايت ليا وجدت هاد البطبوط هذا بنفس الحجم وجدته بحجم اللي هو كبير، ولكن فضلت هاد الخطره هذه نوجدو بحجم اللي هو صغير. صراحه مع هاد البرد هذا واحد كيهز البطبوطه كيكملها وكيزيد واحده اخرى راه كيجي تبارك الله ما تشبعوش منه. كيجي بنين كتجي فيه ديك البنه ديال البسطيله ديك المزيج ما بين القرفه كيف ما قلت لكم مزيج اللي رائع بزاف. المذاق ديال البسطيله تماما. وكنغيروا من الحشوات اللي كنحضروا بهم البطبوط دائما. فهاد الحشوه هذه اعتمدوها ان شاء الله حتى في رمضان فغادي تنفعكم بزاف. انا كيف ما كتلاحظوا شكلت المسمن ديالي كويرات اللي هما صغار قد المشمشه. الحشوه ديالنا من بعد ما كتبرد كتكون معلكه على هذا الشكل هذا تبارك الله راه كطلع منها واحد الريحه غزاله. اكيد ما بغيتوش الحامض المصير في هذه الحشوه هذه كتستغناو عليه. صافي هنايا الحشوه ديالنا كما قلت لكم بردات. البطبوط ديالنا كنشكلوه قطع اللي هما صغار. هنايا مباشره من بعد ما كنشكلوه كنبداو نعمرو فيه لان العجينه مخدومه مزيان فهي كتساعدنا اننا في الخدمه دغيا كتطلق معنا بكل سهوله. فغادي نبداو باول كويره كورناها هي اللي غادي نخدموا بها. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا باش نساليو دغيا كنسرحوا واحد 6 ديال الحبات ديال البطبوط ديال العجين ديالنا وكنديروا لهم الحشوه بهذا الشكل هذا باش كنوزعوا الحشوه كامله على بعضياتها. هاد الطريقة انكم تسرحوا البطبوط ديالكم هكا كل 6 تقطعوهم بحال هكا يعني تسرحوهم وتعمروهم خطره واحده. صراحه كتسهل عليك الخدمه وما كتعطليش فيهم نهائيا وكيوجدوا بسرعه. هنا كنوزعوا كل حبه ديال العجين كنديروا فيها معلقه ديال الحشوه وتبارك الله راه كتوزع هاد الحشوه هذه راه مباركه تبارك الله راه كتخرج كميه كبيره. كيف ما قلت لكم هاد الكميه ديال الحشوه اللي شاركت معكم وهاد العجين راه خرجت ليا 25 حبه ديال البطبوط عامرين بنفس القياس بنفس الحجم. تبارك الله راه تيجيو عامرين بالحشوه. واخا تقولوا راه معلقه قليله ولكن بهذا الشكل اللي درناه راه كتجي الحشوه موزعه وكتجي الحشوه كثيره كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو.
صافي كنحاولوا نجمعوا البطبوط ديالنا مزيان بهاد الطريقه هذه، كنحاولوا نقرصوه باش ما تخرجش لينا الحشوه من بعد. واكيد ضروري من بعد غتشوفوا معايا الا خرجت لينا الحشوه راه كنقادوها. هنا كيف ما كتلاحظوا كنجمعوا الجوانب مع بعضياتهم. غتقولوا لي غادي يجينا فيه العجين كثيره، ما كتجيش فيه العجين كثيره نهائيا، كيجي هو هذاك، لانه ما كنخليوهش يخمر نهائيا، كنشكلوه وكنبداو نطيبوا فيه مباشره، لان هذا البطبوط هذا كيختمر غير مره واحده فقط، ما كنحتاجوش اننا نخمروه المره الاولى والثانيه، فكنشكلوه مباشره كنبدا نطيبوه. فهاد المرحله هذه راني شعلت المقله كتسخن ولا البلاك، ولا فاش ما غادي طيبوا هاد البطبوط ديالكم كتشعلوها كتسخن وانتم كتشكلوا البطبوط ديالكم على هاد الشكل هذا. غير ضروري اننا كنقرصوا ملي كنكونوا كنجمعوا العجين ديالنا على هاد الشكل هذا، صافي حتى كنساليو الكميه ديال البطبوط ديالنا كامله، تنعمروه كامل عاد كنبداو نطيبوا فيه باش كتسهل علينا صراحه الخدمه وكتجي الخدمه منظمه. صافي هنا مباشره من بعد ما عمرت البطبوط ديالي كامل كنبداو باول وحده عمرناها كنقرصوها. هنايا كيف ما كتشوفوا واخا كتحل معاكم راه كتقرصوها مره اخرى، كتجمعوا العجين مع بعضياتها باش ما كتبقاش تبان لكم الحشوه على هذا الشكل هذا، يعني واخا يتحل معاكم ماشي مشكل. صافي هنا مباشره كنحطوه في المقله ولا في البلاك اللي كتكون سخونه مزيان، ضروري انها تكون سخونه. صافي كنكملوا الطياب ديال البطبوط ديالنا على هذا الشكل هذا، كنقرصوه كيف ما كتلاحظوا حنا كنقرصوا والحشوه كتوزع في البطبوط كامل. انا كيف ما كتلاحظوا البلاك اللي هي سخونه ولا المقله بحال بحال، الصراحه انا طيبتهم في هذا البلاك ديال الضو باش تسهل عليا الخدمه، لانه كيف ما شفتوا تبارك الله راه كميه وافره اللي خرج لينا هذا البطبوط هذا. هنايا كيف ما كتشوفوا كنطيبوه كنبداو نقلبوا فيه بحال البطبوط عادي، يعني الطياب ديال البطبوط العادي كنطيبوا به هذا البطبوط ديالنا المعمر، اللي كنصحكم انكم تجربوه لانكم فعلا غينفعكم في هذا البال وغادي ينفعكم تبارك الله، لانه كيخرج كميه كبيره وكيجي لذيذ بزاف، راه كيتنفخ تبارك الله وكيطيح في الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا راه كيجي منفوخ. غير التصوير ما كيساعدش، لانك كتكوني كطيبي كتكوني كتقابلي العجين خصك تقرصيها، ومع التصوير راه كتكون شويه القضيه شويه صعيبه، ولكن كنحاول نشد لكم جميع اللقطات ديال الوصفه باش تشوفوا جميع التفاصيل ديالها. صافي هنا كنبداو نقلبوا البطبوط ديالنا وهو كيطيب كيتنفخ تبارك الله كيجي على هذا الشكل هذا، كنكملوا الطياب ديالو حتى كنساليو الطياب ديالو كامل. كيف ما شفتوا تبارك الله راه خير الله كيخرج. تبارك الله راه تاكلوا فيه نتي والحباب والعائله. كنتي غادا عند شي حد صاوبي هذا الطبيسيل هذا وديه بتحميره الوجه، ما غاديش يحشمك نهائيا. العجين اللي كتجي رطيبه هشيشه بزاف، الحشوه كيف ما شفتوا تبارك الله كتجي موزعه في البطبوط كامل. فغادي نحليكم الاولى والثانيه باش تشوفوا كيفاش كيجي البطبوط ديالنا تبارك الله مفشفش قطني، والحشوه كما قلت لكم بنينه، الحشوه ديال البسطيله ديال الدجاج اللي ما مولفينش نعمروا بها المعجنات ديالنا. فنحضروا بها المعجنات، نحضروا بها المسمنيات. فايت لي حضرت معكم مسمن تا هو نال الاعجاب ديالكم بزاف، فنتمنى هذا البطبوط تحضروه اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. فهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فشكرا لكم على المتابعه ديالكم، تشاعاتكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.